استنادًا إلى مبدأ أن الثقافة عامل أساسي في تشكيل الشعوب، انطلقت في قطاع غزة فعاليات الملتقى السينمائي الفلسطيني بالسينما، الذي يقوم على التواصل مع العاملين في السينما من الفلسطينيين والعرب والدوليين في كل أنحاء العالم، وصولاً إلى تنشيط الحركة السينمائية الفلسطينية وتعزيز الثقافة البصرية. يعمل الملتقى على مجموعة من الأهداف، وأهم هذه الأهداف تتمثل ببناء إنسان فلسطيني سوي من خلال تطوير قدراته والثقافة البصرية فيه. إضافة إلى ذلك نسعى لتطوير إمكانيات الشباب وهواياتهم وقدراتهم على أرضية أن يكونوا فاعلين حقيقيين في بناء هذا المجتمع، لأنه الشباب للأسف حتى الآن لا يوجد حاضنة حقيقية بالتحديد في مجال السينما وفي مجال الصورة. بالسينما هذا التجمع لعدد من السينمائيين والإعلاميين والكتاب والشباب المهتمين والمؤمنين بأهمية السينما، يعمل على لعب دور ريادي في صناعة السينما الفلسطينية والبحث والحفاظ على أرشيفها وتنمية قدرات العاملين في مجالها. هناك العديد من الأفلام الفلسطينية تنتج وتأخذ جوائز، ولكن مع الأسف المجتمع الفلسطيني لا يراها. نحن نحاول بهذا الاتجاه أن تكون السينما الفلسطينية في متناول الجميع. تغطية احتياجات العاملين في مجال السينما والموهوبين من الشباب يدخل أيضا في قائمة مهام التجمع، الذي جعل انطلاقته من غزة رمزية وخصوصية تضاف إلى إنتاجه الأفلام التي تجسد الحالة الفلسطينية وترتقي بصورة القضية الوطنية، وصولا إلى رفع مستوى اهتمام المنتجين والمخرجين المحليين بالعروض داخل القطاع.